السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعين والمتتبعات قناة مطبخ إدميري. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم صوص ديال كريم كراميل اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف، اللي غادي تزينوا به الحلويات ديالكم. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بعد المقدمة. نبداو على بركة الله. عندي هنايا كاس ديال سكر سنيدة، وعندي 6 ديال شكلاطات، وعندي كاس ديال ياغورت مسوس، ومعلقه كبيره ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، وعندي هنايا الملح، وهنايا عندي كاسرونه غادي ندير فيها هاد الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نخليه على نار مهيله. غادي نخلي السكر سنيده يذوب ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما داب ليا ديك كاس ديال السكر سنيده اللي درت، غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الزبده، واخا تشوفوها هكا كتغلي ما تخافوش منها، غير حركوا. غادي نضيف واحد قبيصه د الملحه بحال هاد الشكل هكا، وغادي نضيف ياغورت مسوس، عمري تشوفوها كتغلي هكا ما تخافوش منها، راه عادي. وهنايا غادي نضيف هاد 6 ديال الشكلاطات بويض، هاد الكريم كراميل كيجي رائع ولذيذ بزاف، غادي ينفعكم هكا الا بغيتو تصايبوا الصابلي ولا اي حلوه، كيجي رائع. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نذوب الشكلاط مزيان، غادي نخليه يغلي واحد 2 غليات ونرجع لكم. وهنايا غادي نطفي عليه، وغادي نكبو هنايا في هاد الجبيبينه هادي، وغادي نخليه يبرد ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. متتبعي قناه مطبخ إدميري، هذا هو الشكل النهائي ديال كريم كراميل من بعد ما برد، كيجي رائع ولذيذ بزاف. هانتوما كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالاشتراك والضغط على الجرس باش يبقى يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، ومع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.